يا راسي يا ظهري يعني يما. ما تقولي لماما. قولي الهند. قولي الهند. ماما مش هنعلق زينة رمضان؟ ابعدوا عني، انا مش قادره اتحرك. ابوكوا عندكم خليه يجيب لكم الزينه والفوانيس. بقول لك يا لولو، مش كل سنه نفس الحوار، اعملي لهم اي عيون زينه وسلكي، مش لازم زينه اصلا. كل سنه يكسر بخاطر العيال. ما تقلقوش انا هتصرف. تعالوا يا بنات شيلوا عشان تعرفوا ما اقدرش ازعلكم. انا هفاجئك يا محمد. كل سنة وانت طيبة يا ماما. انتوا طيبين. يلا بقى ما نفرش قبل ما ابوكوا يجي. رمضان في مصر حاجه تانية. الله 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 الله، ايه الحاجات دي كلها يا لولو؟ بس خدي بالك كل ده ملوش اي لازمه. انا بقى جايب لك اكبر فانوس في مصر، مش الفوانيس الصغيره بتاعتك. جاي وبتغني وفرحان بعد ما تعبت ده كله؟ لا واكبر فانوس. اتفرج يا ابني. وانا اللي كنت فاكرك اكبر فانوس. طب خلاص هروح ارجعه. خد ترجع ايه؟ تعالى يا حبيبي عشان تكمل باقي الزينه. عشان تعرفوا انتوا من غيري ولا حاجه، مش خساره 150 جنيه. عايزين ركبت لك الستاره يا ست اهي ونورت. عايزه حاجه تاني مني؟ والنبي جميله، تسلم ايدك. بس تروح فين؟ ده انا لسه بقى عايزه خط نور في النص كده، وبعدين لسه في المطبخ هنعلق بقى ايه الخياميه، وعايزه رايح جاي، صف رايح وصف جاي. انا ايه اللي جابني؟ انت متقمصه يا لولو دور حناوي في رمضان كريم. دي اخر حاجه هعملها وامشي. حلو كده يا حاج حناوي. هي مش بطاله، بس بقول لك ايه، اليوم لسه طويل واحنا لسه مش خلصنا. الله الله، شكلهم حلو قوي دول يا لولو. قولي لي بقى، الفانوس بتاعك الصغير ده نحطه فين؟ اكيد هنحطه ورا السفرة عشان لما مدفع الافطار يضرب ويقول بو نولع الفانوس على طول. وقدرة الفول دي يا لولو هتصحينا بيها ولا ايه؟ هنحطها فين دي كمان؟ انت يا حبيبي حطيتها خلاص، وبكار بقى وطمطم يشتروا الفول. تمام انا كده محدش خد باله منك. ارجعك احسن واخد 150 جنيه. السلام عليكم. شوف الراجل، لا ده الاصل. طب افتكري بقى انا دافع 150 جنيه في الزينه بتاعتك دي. وخلصنا زينة رمضان. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الزينة بتاعتنا؟